اسمحي لي اكون فضوليه ومناخيري مش على وشي لا في حياتك واقول لك ليه المنتج ب 10000 جنيه ما جابش معاك النتيجه؟ هتسمحي لي. بصي يا ست الكل، اي حاجه في الدنيا عايز تعمليها بتبقى خطوات. لو انت مثلا عايزه بشره كويسه انت لازم تبقي طالعه السلم درجه درجه، ما تبقيش واقفه في الدور الارضي وعايزه تطلعي الدور الاخير. حبيبتي مش بنطير، يوسفني انا عارفه انها مشكله، مش بنطير. ما ينفعش تبقي واقفه فوق وعايزه تنزلي السلمه الارضيه، لو وقعتي هتتكسر رقبتك. طب انا المفروض اعمل ايه؟ انا المفروض يا اما انزل واحده واحده يا اما اطلع واحده واحده. خليني اخدك من ايدك بقى ونروح مع بعضينا كده على طريق ازاي نخلي بشرتنا حلوه او شعرنا احسن ونطلع شعر جديد ونطول شعرنا وكل الكلام ده. لازم تقتنعي وتصدقي ان الموضوع متقسم نسب للصحه النفسيه بتاعتك، الاسترس والضغوطات وهرموناتك المتلخبطه وزعلك اللي عمال على بطال. ودايما بقولها لكم، شعرك اكتر واحد بيبقى زعلان على زعلك بس يشوفك زعلانه قررت انتحر ويروح واقع من فروه راسك. تاني حاجه، تسمعي عن صحتك الجسديه، الفيتامينات والمعادن والكلام ده. حبيبتي انت وانت بتعملي مساج لفروه راسك عشان شعرك يطول بتعملي ايه؟ قال لك بنشط الدوره الدمويه. حلو، نشاط الدوره الدمويه، الدم وصل لفروه راسك، موصله الدم من غير فيتامينات ومعادن لفروه راسك. فروه راسك تعمل بيه ايه؟ هترجع مكانه. ارجع حبيبي مكانك، انت ايه اللي جايبك؟ بجد بكلمك بجد، ايه اللي جايب الدم؟ انا هعمل بيك ايه وانت لا فيك معادن؟ ده انت عايز دم يدممك، يعني انت نفسك محتاج دم ما فيهاش. انت لازم يبقى فيتاميناتك كويسه، المعادن كويسه، فيتامين د بقى والحديد والزنك وحاجات كتيره قوي مسؤوله عن تساقط الشعر وعن نضاره البشره. وما ينفعش تحت اي سبب من الاسباب تبقي بتستخدمي السيرم نيسراميد عشان يقلل لك افراز الدهون، والناحيه الثانيه كل يوم الصبح بطاطس مقليه. بطاطس مقليه بتعملي ايه؟ ايه كميه الزيوت اللي انت مدخلاها جسمك دي؟ ما هو اكيد هيبقى عايز يخرجها، ما هو ممكن يطلعها عن مسام وشك وتبقى فيه حبوب وفيه دهون. عصبتيني، لا عصبتيني، بهزر معاكي ما تزعليش. خلصنا الحاله النفسيه وظبطناها، خلصنا الحاله الجسديه وظبطناها. تلعبي رياضه شويه، ما تنشطي لي الدوره الدمويه داخليا زي ما بتنشطي لي الدوره الدمويه خارجيا بالمساج. اي بقى خضار، فاكهه، مشروبات دافيه، حاجه تخلصنا من السموم، حاجه تزود فيتامينات، حاجه تزود معادن، اعملي ده يا بابا. بعد كده بقى ابدأي دوري على الروتين اللي انت مشترياه ب 10000 جنيه. ما ينفعش خالص تطلعي السلمه الاخيره وتجيبي روتين ب 10000 بعد كده تقولي لي اصل انا خلي في بالك ما جابش النتيجه. لا، ما هو انت لو بتعرفي تطيري واطلعي روحي جيبي النتيجه اللي هي فوق خالص اخر ستيب اللي انت دفعتي 10000 جنيه. علميني الطيران معاكي. اتمنى تكوني فهمتيني بس، واتمنى ما اكونش اتصلت عليكي حاجه. لا